مجلس الشعب والشورى. محمد المسيح عارف كان كويس قوي. الوفد الاخوان لا بصور 28 حركه وحزب اخر اتفقنا على بيت تحالف السؤال في الوثيقه ديمقراطي لاداره المرحله الانتقاليه. جزء منه انتخابات، جزء منه اتفاق على مكان. وانا بقول يا جماعه انا ما عنديش اي حرج، انا ليبرالي واؤمن جدا بحق الاخر في ان يكون له وجود. انا ما عنديش تصور يبقى في برلمان ما فيهوش اخوان او في برلمان ما فيهوش سلفيين. ده كلام مش عاقل ومش محترم. احنا عايزين برلمان متنوع. هذا التحالف الذي خضنا فيه خطوات هو خطوه في تشكيل برلمان متنوع. بالقسامه هنا ليبرالي عايز يثبته ويقال عن ليبرالي الان كلام لا علاقه له به على الاطلاق. بس مع بعض اخواننا نضاف صراف الخفاف بيطلع يقول لك ايه؟ ليبرالي علماني كافر ليبرالي يعني مش عارف ولا ايه كده على الحاجات. لا ده انا المصري الوحيد وربما المواطن الوحيد في العالم اللي رفعت قضيه عشان اصلي. اخذت حكم محكمه قضاء اداري واخذت حكم من الاداريه العليا ورفعت قضيه على مأمور السجن اللي كان مانع تنفيذ الاحكام القضائيه وعزل حبسه. عشان نعمل المنصب. انا متمسك بيه جدا. انا من تلاميذ الامام محمد عبده، الشيخ حسن العطار، وقال الطرطاوي، وكل رموزنا كانت في الازهر. وكنت مع شيخ الازهر من كام يوم قلت له احنا جايين من بحر الازهر ده. دي ليبراليتنا اللي احنا نعرفها اتعلمناها من شيوخنا من شيوخ الازهر. وان مفيش فيها سمى شبهه تعارض مع اي فرد، لا مسلم ولا مسلم. اتفضل. في سؤال، ما هي نصيحتك الان للشباب مع تزايد اعداد الاحزاب؟ وما الذي تغير في دكتور ايمن نور بعد فتره السجن؟ اللي اتغير بعد فتره السجن ان انا قريت اكبر كتاب في التاريخ. السجن ده اكبر كتاب ممكن تقراه في حياتك في تاريخ الأمة. تعرف فيه حاجات كتير. تعرف الناس، تعرف الحياه، تعرف الصبر. انا ما كنتش حد صبور بيتغير فيا لما بقيت صبور جدا. كنت حد عجول جدا في كثير من الامور، اصبحت صبور جدا وربنا بيزيد على صبرك. بالمناسبه واحنا في السجون احيانا قبل صفر بكتف العجل. كنا احيانا كده في لحظات الضعف بالذات في رمضان تقعد. كان عندي ولد كده مقاربين لبعض او ولاد كده قريبه مني. فكان في وقت في حسبنا واحنا عمالين بقولها تقريبا 70 مليون مره في اليوم. كنت اقعد على كل حسب الله انا كده اشوف صوته، عن صوت ابنه، عن صوت فواكه، عن صوت ابنه، صوت مراته. وعايز بقى الولد اللي ايه يجيب ويعيد تاني. احيانا تقول ربنا يا رب سيبني. ده راجل ظلم، رجل، افترى، وسرق، وقتل، عمل كل حاجه. تاخده بقى. ده العجب. بالظبط. لما شفت بقى اللي حصل لي قلت يا ربي الحمد لله ان ربنا ما استجابش دعائي. لان كان ربنا اكرمه وستره وضيعها. لان كان يجيب لنا فشوف